هنعمل النهاردة الطحينة الخام في البيت ب8 كيلو سمسم. هنعملها قوامها تقيل لونها حلو. بصوا من غير العيش خالص. يعني ناس كتيرة بتعملها بالعيش، لا احنا هنعمل الطحينة الأساسية بقى. يلا بينا نبدأ الفيديو. أنا اسمي زوزو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نقول بسم العذراء حبيبة قلبي أم النور، ونبدأ كده على طول. أول حاجة عندي هنا المكونات. أول حاجة عندي كوباية فول سوداني، ويفضل يعني تقشريه انت في البيت بدل ما تجيبيه جاهز. وعندي هنا كوباية دقيق، أي نوع دقيق تستخدميه. وعندي هنا 8 كيلو سمسم، لو اشتريتي 8 كيلو هيطلع معاكي مج، مش أكتر من كده على فكرة. المهم بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب طاسة عادية وهنحط فيها أول حاجة السمسم. أنا هاعمل إيه في السمسم؟ هابتدي أحمّصه. طبعًا ناس كتيرة ممكن تكتب يا زوزو لأ، مش لازم تحمّصي علشان لون الطحينة ما يغمقش. لأ طبعًا أنا عندي الخطوة دي لازم أعملها. خطوة السمسم دي بالذات ماما الله يرحمها كانت دايمًا تعملها، ولو عملتوها هتفرق معاكم جدًا في الطحينة. بُصّوا هنا النار هادية، ما تكونش عالية علشان بس السمسم ما يتحرقش معانا. المهم الخطوة دي لازم، بالأمانة الطحينة هتطلع طعمها وريحتها تجنن. ناس كتير جدًا بتعمل بالسمسم الأبيض كده على طول من غير ما تحمّصه، حتى لو السمسم الغامق برضه التاني مش بيحمّصوه نهائي. أنا باحب الخطوة دي جدًا، خطوة مهمة. المهم شايفين بعد ما أخد لون دهبي هابتدي أحط على طول كوباية الدقيق عليه، وفي الخطوة دي هاهدّي النار تمامًا. أنا مش عايزة حاجة تتحرق، لا الدقيق ولا السمسم ولا كمان الفول السوداني. أنا لسه هاحطه دلوقتي. بُصّوا النار يا دوب قرّبت تطفى كده، هاقلِّب تقليبتين 3 وبعد كده هاطفّي النار خالص. أول ما أحط الفول السوداني هاطفي النار على طول، لإن طبعًا الفول متحمّص كمان الدقيق أخد من سخونية السمسم، فخلاص يعني الرطوبة بتاعته طلعت. أنا هنا طفيت النار تمامًا زي ما أنتم شُفتوا، وبعد كده حطيت كوباية الفول السوداني، وهاقلِّب تقليبتين 3 كده علشان طبعًا هو لسه سخن نار من السمسم. ولسه هاسيبهم علشان لمّا يبردوا تمامًا، ما يكونوش كده سخنين، علشان طبعًا لسه هنطحنه في المطحنة. هاسيبه لحد ما يبرد وبعد كده هنرجع تاني. وكده تمام، برد خالص، يعني قدرت أحط إيدي فيه خلاص يعني حتى الدفيان اللي فيه مش موجود. بُصّوا هنا كده أنا كنت طاحنة فيها فول وقت ما عملت القطايف. المهم هاخد شوية كده وبعد كده هنبتدي نطحنه. طبعًا ممكن ناس تقول لي ينفع أحمّص السمسم مع نَفْسه كده وأحمّص الدقيق مع نَفْسه؟ هاقول لِك عادي يعني، بس وليه يعني نحُط كُلّه على بعض ما فيش مشكلة، لإن كُلّه هيتطحن وكُلّه هيتفرم مع بعضه في الخلاط. فبدل يعني ما تتعبي وتحمّصي هنا شوية وهنا شوية، خلاص اعملي زيي، حمّصي السمسم واستني شوية، حُطّي كوباية الدقيق وبعدها بشوية هنطفي النار وهنحُط على طول الفول السوداني. بُصّوا بقى في الخطوة دي أنا باطحن كده الفول السوداني مع السمسم مع الدقيق. لو حسيتوا برضه الطحنة خشنة شوية ما فيش مشكلة، عادي. حطوه في الطبق كده أو في البولة اللي أنتم هتعملوا فيها وما فيش مشكلة، لإن طبعًا كل ده هيتضرب في الخلاط، وطبعًا وأنتم بتضربوا في الخلاط هنتَّك عليه شوية في الضرب بتاعه. يعني هنشغّل الخلاط عليه شوية علشان يدّينا القوام في الآخر يكون ناعم جدًا كده، ما يكونش مخرّز ولا مطلّع سمسم ولا مطلّع فول سوداني ولا أي حاجة. المهم هنا جِبت الخلاط بعد ما طحنت كل الكلام اللي أنتم شفتوه. هاجهّز جنبي أول حاجة مَج زيت، والزيت يكون نضيف، ما يكونش ليه أي ريحة، عامل رئيسي طبعًا في الطحينة علشان ما تكمكمش ولا تعمل ريحة. فأنا زي ما قُلت أهم حاجة الزيت ما يكونش ليه ريحة. المهم بعد كده هننزل بأول طبق كده من اللي إحنا طحناه هنحطه كله، وهنحط نُص كوباية الزيت، وهنبتدي نشغّل الخلاط. هاقول لِك طبعًا أنا احتجت زيت قد إيه. المهم بعد ما أشغّل الخلاط هاحط بعدها على طول نُص كوباية الزيت الباقية. وطبعًا أي حاجة لازقة على الجناب هنبتدي ننزّلها كده بالمعلقة أو بالspatula. يعني المهم الحاجات اللي لازقة على الجناب لازم تنزل علشان تتخلط كويس وتتضرب كويس. المهم بعد كده باحط شوية، شوية وابتدي أضرب من الخليط اللي إحنا فرمناه في الكبة أو طحناه في الكبة. بُصّوا خلّيته وهو شغال بابتدي أحط كده من الفتحة بتاعة الخلاط من فوق وهو شغال. هنشوف هنحتاج زيت والّا لأ. طبعًا أنا باحس إن هو تقِل معايا، هنحتاج نُص كوباية زيت، يعني الخليط كُلّه الطحينة كُلّها احتاجت كوباية ونُص من الزيت، ومش عايزة حد يقول لي كتير، هو مش كتير على فكرة،
لو أنت عايزة القوام تقيل جدًا خلاص استكفي على كوباية الزيت وخلاص. أنا حطيت نُص كوباية زيت تانية، لإن طبعًا معروف كتر ما بتضربي في الطحينة بتسخن وبتبقى سايلة، بعد ما بتبرد وترتاح كده ونحطها في التلاجة أو على الرخامة برّه ما فيش مشكلة، القوام بيرجع يتقل تاني. فلو أنتِ حاباها تقيلة من الأول حتى وهي سخنة، خلاص حطي كوباية الزيت وخلاص. بس أنا زي ما قُلت لكم أنا حابة القوام بتاع الطحينة يكون خفيف حبّة، علشان برضه ما يتعبنيش في الطبق كده وأنا باحرّكها بالمعلقة. هتشوفوا برضه كل حاجة وأنا باعملها لكم في الطبق. بُصّوا قوامها تحفة، هي طبعًا سخنة، وهتشوفوني زي ما قُلت لكم بامسك الشفشق كده هي سخنة. أنا كده خلّصتها، ضربتها كويس أوي على فكرة، بس طبعًا كنت قاصّة من الفيديو، أنا ضربت حوالي كده يمكن 5 أو 10 دقايق والّا حاجة كده يعني، بس كنت بافصل الخلاط وارجع أشغّله من تاني، علشان ما يحصلوش حاجة. بُصّوا القوام هنا يجنن، مع إن هنا الطحينة كانت لسه سخنة، عارفين لمّا بردت القوام بتاعها حلو أوي، يعني كده مش تقطعيه بالمعلقة لأ، يعني تاخدي منه كده بكل سهولة، بس القوام تقيل، أتقل من كده من اللي أنتم شايفينه. علشان هي طبعًا من كتر الضرب في الخلاط بتسخن على طول، يعني أكيد ناس جرّبت الموضوع ده، يعني الخلاط هنا سخن، أول ما سِبته كده بِرِد القوام تقِل معايا وزي الفل. بُصّوا هنا كده مكان الشفشق حطيت مَيّة وهاورّيكم أحلى طحينة هنعملها، وشايفين لونها كمان؟ لونها يجنن، بُصّوا ولا غامق ولا أي حاجة، بالأمانة حلو جدًا. أنا هاعمل لكم الطحينة دلوقتي ومش هامسح منها ولا أي حاجة، علشان ما تقولوش بس هي تقِّلتها إزاي، شايفين كل ما باحط مَيّة بتتقل. هاحط حبة مَيّة كمان علشان عايزة القوام كده اللي إحنا بناكله العادي، تحفة كده بالأمانة. لسه هنحط لها ملح دلوقتي، وهنحط لها خل، وهنحط لها حبة فلفل أسود، هتاكلوا أحلى طحينة ممكن تعملوها. الطحينة دي الأساسية بقى، مش اللي بالعيش ولا أي حاجة. يا سلام بقى وأنا باعمل الطحينة، بالأمانة الريحة كانت تجنن، من الفول السوداني ومن السمسم المتحمص، بالأمانة تحفة. بُصّوا القوام، لو عايزين تخففوها عن كده تاني ما فيش مشكلة برضه زوّدوا مَيّة، أنا هاحط هنا حوالي معلقتين أو معلقة ونُص كده من الخل، أنا باحب الخل كتير في الطحينة، باحب كده فيها مَزّة شوية. بُصّوا هنا حطيت حبة ملح وحبة فلفل أسود وحبة بهارات عادية، شوفوا أنتم بقى بتعملوها إزاي، بتحطوا ملح وفلفل بس، بهارات ما فيش مشكلة يعني، كلّه بيدّي طعم على فكرة. بُصّوا بالأمانة تجنن. أنا مش هاقول عليها أي حاجة تانية غير لمّا أنتم تجرّبوها وترجعوا تكتبوا لي في الكومنتات عملتوها وطلعت معاكم إيه، بالأمانة حلوة جدًا، ما تعملوش اللي بالعيش دي، يعني مش بتعيش يعني فترة طويلة. ولو عايزينّي يعني أعمل الطحينة بالعيش دي مع إن أنا مش حاباها يعني، اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هاعملها، بس هاعمل لكم حتّة صغيّرة يعني لإن باحب دي أكتر حاجة، اللي هي الأساسية. بُصّوا البرطمان هنا كان سُخن وسِبته طبعًا على الرخام لحد ما يبرد تمامًا، ومش هادخّله التلاجة، لو أنتم حابين يعني تحتفظوا بيها في التلاجة عادي يعني ما فيش مشكلة احتفظوا بيها في التلاجة، بس هتتقل زيادة عن اللازم. أنا حاباها كده باحطها على الرخامة، ولمّا باحب أعمل طحينة باطلّع على طول وباعمل الطحينة. طبعًا الطحينة أساسي في كل أكل كده، سواء كان فول أو حاجات مشويات، في كل حاجة بصراحة، الحاجات دي تجنن، وبالذات معانا في الصيام. شايفين الكمية حلوة قد إيه؟ كيلو، بالأمانة جربوها هتعجبكم جدًا. وبكده أنا خلصت الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، كمان ما تنسوش تعملوا فولو على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. أشوفكم تاني قريب وباي باي.